صباح كل جمعة ينطلق سكان مدينة عين زال باتجاه السوق الأسبوعي. هذا المكان الذي لا طالما كان الملتقى الأسبوعي بالنسبة لهم، وقد يرجع سبب عدم تخلي السكان عن قصد هذا السوق لعدة أسباب. ومع حديثنا مع بعض هؤلاء الناس قالوا أن الأسعار عادة ما تكون منخفضة مقارنة بالمحلات التجارية. خويا انت نهار الجمعة تجي ديال السوق تقديم السوق جي تقدر تقولنا عليه؟ ساعات بلي شويه رخيص السلعه بزاف تخيل الواحد يعني قضيت بري هي هذيك تجي السوق حاجه باينه. معليش بارك الله فيك خويا. الناس يقولوا السوق الفشاش كي تعود السلعه غاليه يفشها السوق تولي تباع قد يعني السومه في السوق تكون هابطه على الحانوت. ايه واش يجيب على بالك السلعه في السوق قويه ومش كما الحانوت يبيع كما يحب تباعت ولا ما تباعتش. يا خويا واش نقول لك واحد كيباع يعني واحد كيباع دوك ما نقدرش. الرأي تاعك حول السوق؟ قال لك السوق فيه البركه ولا ما كيفاه المواطن يخلي برا ويجي السوق؟ ايه السوق فيه شو انواع؟ كاين انواع نتاع هنا تاع عين زال المركز لهنا والجهه الاخرى تاع عين زال هنا الفوق عين المال عين المال. لما تشوف الناس باللي الشعب تخدم يهبطوا كل جاي يهبطوا هنا باش يبيعوا في السوق هذا. والسوق الاسبوعي هنا في عين زال واش رايك؟ واش مليح السوق هنا مره في السمانه سيتو. هنا ما كاينش، هنا غالي بزاف شي هنا باش تبدا هي الجزائر كذا يسالوا كان صاص بيان سور صحيح. هذا وين جاء واحد شرا عليه الصوالات اللي عدوا ركيبك روح ريح 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 حكمتك كاميرا الحال ريح ريح ريح. نجد التجار في هذا السوق يأتون من شتى المدن القريبة ويعرضون مختلف البضائع وأيضا بكل أنواعها.